السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد فتحي. النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل باد يو اس بي باستخدام الاردوينو ليوناردو. الفيديو ده ضمن سلسلة فيديوهات هنزلها هتتكلم فيها عن الهاردوير سكيورتي للريد تيمرز. لو انت شخص شغال في جزء الاوفنسيف سكيورتي او كده، ساعات بتحتاج ان انت تعمل تيستس عشان تجرب الناس مثلا في الشركة اللي انت شغال فيها او الشركة اللي انت بتعمل لها تيستنج، هل هم عاملين سكيورتي كويسة لليو اس بي ولا لا؟ هل كل الحاجات دي جاهزة؟ بتعمل اي تي ام بالتستنج، بتعمل ايا كان الحاجة. ساعات بتحتاج ان انت تجرب انك تعمل سيميليشن للكيبورد وتخليها تفتح تشغل مانويل او تعمل اي حاجه، وده اللي هنبتدي نعمله النهارده في الاردوينو ليوناردو. اللي ما يعرفش الاردوينو ليوناردو، هي شبه هي دي بالظبط. اوكي، هي دي هي بالظبط عاديه جدا، اردوينو عاديه جدا او شبه الاردوينو العاديه جدا. للي ما يعرفش الاردوينو خلينا نقول ان هي بورده ممكن تستخدمها، او يعني خلينا نقول ان هي بورده الكترونيك صغيره خالص ممكن تستخدمها ان انت تعمل بيها كود وتشوف الكود ده نتيجته في الحقيقه عامله ازاي. يعني انت مثلا ممكن تعمل مثلا بالاردوينو ان انت تخليه تحط ريلي توصله بالكهرباء، تستخدم مثلا البلوتوث موديول اللي فيها، او تجيب بلوتوث موديول يعني، وتخليه يطفي النور والاضاءه عندك بالموبايل. مثلا ممكن تعمل اي بروتوتايب عايز تعمل بيها مشاريع. اغلبنا تقريبا اشتغل بالاردوينو في مشاريع التخرج، او ايا كان بيجرب يشتغل يتحكم في حساسات بقى، في لمض، في مواتير، في الشاشات والكلام ده كله. ده تقريبا كان اي حد بيعمل مشروع تخرج في الدنيا كان بيعمل حاجات ليها علاقه بالاردوينو. المهم يعني خلينا نقول ان احنا عندنا نوع من انواع الاردوينو، لان الاردوينو في منها كذا بورد، الاونو والليوناردو واكتر من موديل يعني. فيها نقطه كويسه، الليوناردو فيها مايكرو كنترولر اسمه 80 ميجا، ده موجود جوه اليو اس بي. خلينا اقول لك ان ده بتقدر لما الجهاز بيتوصل بيه بيتعرف عليه ان هو ممكن يبقى كيبورد او ماوس او جهاز يو اس بي تاني. هو بيعمل سيميوليشن، بيعمل حاجه اسمها اتش اي دي او هيومن انترفيس ديفايس. اوكي، سيبك من المصطلحات الكبيره قوي دي، عشان هو الموضوع مش معقد خالص. بس هو بيبان على الكمبيوتر عندك لما تيجي توصله ان هو كيبورد ماوس ايا كان الحاجه اللي انت عايز. يعني ممكن نخليه مثلا يشتغل ان هو جيم كنترولر بتاع البلاي ستيشن مثلا، ممكن يشتغل ان هو ماوس بيتحرك لوحده، ممكن يشتغل ان هو بيعمل حاجه اوتوماتيك على الكيبورد. احنا بقى ممكن نوظف الفكره دي كلها ان احنا نعمل بيها حاجه ماليشيس شويه، او حاجه نعمل بيها حاجه ليها علاقه بالريت تيمنج او كده. وتعالى نبص على الموضوع ده. بالمناسبه ده شكل الاردوينو ليوناردو اللي هي العاديه، ممكن تبقى لون اخضر او لون احمر لان في منها موديل ايطالي وصيني واكتر من حاجه يعني. وفي حاجات تانية غير الليوناردو ممكن تستخدمها زي ديجي سبارك واكتر من حاجه. بس خلينا نقول ان الليوناردو هي موجوده في السوق المصري ب 300 جنيه، فانت ممكن تجيبها بمنتهى البساطه. ممكن تجيب برضو حاجه زي الديجي سبارك اللي هي زي دي كده، وهنعمل عنها فيديو تاني. الاتنين موجودين في السوق المصري عادي جدا. انا جبتها في القاهره من وسط البلد يعني، ما لفتش كتير. موجوده اصلا، ده موجوده على امازون نفسها، ممكن تشتريها وهتلاقي الموضوع بسيط. طيب خلينا نبص على حاجه مهمه. انا عندي هنا الليوناردو، وعندي هنا زي ما انتم شايفين عندي سكرين عليها ويندوز. دي ماشين حقيقيه عندي على الجهاز، الماشين اللي جنبي يعني، بس انا مدخل عليها بالراست ديسك عشان تقدروا تشوفوا معايا، عشان ما يبقاش فيه مالتي سكرينز وكده. طيب كل اللي هعمله ان انا هنزل عندي هنا اردوينو اي دي، وده الاي دي بتاع الاردوينو عادي جدا، بتنزله على الانترنت عادي. وكل الفكره ان انت هتعمل ايه، هتيجي هنا كده وتختار في تولز وتقول له ان انا هختار البورد بتاعتي هتبقى هنا اردوينو ليوناردو اهي، ماشي. واختار البورت اللي بيتكلمها. وعلى فكره مش شرط، مش هتبان لك في الجهاز بتاعك ان هي على اني بورت، عشان تبقى عارف. يعني هي كونكتد دلوقتي على الجهاز بتاعي، بس مكتوب تحت ان هي نوت كونكتد، هي مش هتبان اصلا. تمام، انت هتبان بس وقت وانت بتبوش الكود اللي مكتوب ده. بيسموه اردوينو لانجويج، بس هو خلينا نقول ان هو ميكس بين السي والسي بلس بلس، مكتوب بطريقه بسيطه جدا عشان تبتدي تشتغل معاه. طيب خلينا نعمل حاجه لطيفه جدا دلوقتي. اوكي، انا هاخد الكود اللي مكتوب ده ونشرحه واحده واحده ونخليه اقول لكم هو بيعمل ايه. طيب تعال نفتح كده هنا عندي، نمسح الكود ده كله، احنا مش محتاجينه. طيب احنا عندنا موديول في الاردوينو اللي هو موديول بتاع الكيبورد، اللي هو المكتبه دي موجوده في ليوناردو، بتخلينا ان احنا يتصرف كانه يو اس بي كيبورد حقيقي. حلو كده. طيب خلينا نفهم وبعد كده ناخدها في الاكسترا لاير بتاعتنا ان احنا ممكن نعمل بيها ايه. اتاك انا ممكن اعمل كده انكلود ليها. خلينا بس اتاكد ان انا بكتب انجلش عادي، عشان اختلاف اللي اوت شويه يبقى رخم معايا. بس خليني ايه اكتب هنا بايدي الناحيه التانيه. اوكي، هو تقريبا اللي اوت هو اللي هنا هو المشكله. اوكي تعال نجرب كده. اوكي بيكتب الهاش عادي. طيب تعال نعمل انكلود لللايبرري اللي هي اسمها كيبورد، اسمها كيبورد دوت اتش دي. دي اللايبرري اللي احنا بنقدر نستخدمها عشان اقدر انادي على الكيبورد. اللايبرري بتاعت الكيبورد بتاعتي ان انا اقدر اسيميليت از كيبورد في ماوس وفي اكتر من. طيب خلينا نعمل حاجه بسيطه. انا عندي هنا الكود بتاعي، فانا عايز اكتب مثلا حاجه تخليني مثلا افتح باور شيل في الويندوز. فانا هعمل حاجه بسيطه جدا، هعمل فويد. اوكي ماشي،
واقول له سيت اب، افتح الفانكشن بتاعتي واقول له انا عايز اول ما توصل الجهاز تهدى شويه، تعمل ديلي اللي مثلا ثانيتين. حلو كده، اوكي تمام. خلينا ننزل كده تاني. هقول له بقى ايه، انا عايز اخليه يدوس على زرار ستارت. طيب في هنا في الويب سايت بتاع اردوينو هتلاقي عندك هنا في الكي بتاعت اليو اس بي كيز دي زرار ستارت. المفروض ان هو هتلاقي هنا كده مكتوب دي الزراير بتاعت الكيبورد نفسها متسميه ايه. فانت مثلا عايز زرار ستارت اللي هو هيبقى ده اللي هو الاو اس لوجو او الكوماند اون ماك. تعال ناخد الزرار ده. حلو كده. طيب احنا عايزين نخليه يدوس على زرار ستارت. هيدوس دي يعني نكتب فيه هنا في الكيبورد، نكتب كيبورد بريس. حلو كده. وهقول له هتبريس على الزرار بتاع ستارت. حلو كده. طيب انا عايزه اخليه بدل ما يدوس ستارت يدوس حرف الار. نفس الكلام، اكتب كيبورد بريس اوكي، وهقول له ار. جميل كده. كده داس على حرف الار. طيب انا عايز اقول له، لان هو هيفضل كده دايس، يعني هو دلوقتي دايس على ستارت وار، انا عايز اقول له شيل ايدك خلاص. هكتب كيبورد دوت ريليز اول. كده شال ايده خلاص. ماشي. طيب بعد ما ندوس على الكلام ده انا هقول له مثلا اعمل ديلي نص ثانيه. حلو. ديلي مثلا خلينا نقول مثلا ثانيه كامله. حلو كده. طيب عمل ديلي ثانيه. خلينا اقول له انا عايز افتح باور شيل. هكتب بس المره دي كيبورد برنت واكتب له كلمه باور شيل. حلو كده. طيب انا عايز اقول له دوس انتر بعد ما تخلص. الزرار انتر هنا هيبقى اسمه ايه؟ الانتر ده اللي هو الكي ريتيرن، ده الانتر. اوكي. طيب هقول له كيبورد رايت، هقول له هنا كي ريتيرن. حلو كده. طيب هو بس اتاكد ان هو صح. اوكي ماشي. طبعا هو الكود لو غلط مش هيكمبايل معاك اصلا، مش هيشتغل. طيب هو ده انتر كده. تعال نديله ديلي كمان. ديلي ونقول له الديلي ده مثلا خلينا نقول مثلا ثانية ونص. اوكي. بعد كده نقول له مثلا ممكن نقول له ايه، اكتب مثلا اي حاجة. تعال نقول له مثلا كيبورد دوت برنت. هنقول له اكتب مثلا بنج مثلا 8.8.8.8. حلو كده. وبعد كده حضرتك هتدوس انتر، فهنكتب كيبورد ماشي رايت، وهقول له انتر. الزرار بتاع انتر كان كي ريتيرن صح؟ كي كابيتال كلها اندرسكور ريتيرن. حلو كده. طيب خلصنا الكود. المفروض بقى نبتدي نقفل ايه الفويد دي نفسها. نقول له الفويد دي دخلها في لوب، كل ما هي متوصله اعمل الكود. طيب تعالى كده نكمبايل. كومبايلنج دان. طيب احنا ناقص لنا ايه؟ نجيب اليوناردو ونوصلها باليو اس بي بتاعتنا ونعمل فلاش. هي نورت. تعال ندوس على فلاش. بيقول لك ابلودنج اهو. طيب بص، هو دخل بكده باور شيل زي ما احنا كاتبين، عمل بينج وتمام. هو كده عمل احنا عاملينه. تعال نعيد الكود تاني. يعني تعال نشيل اليوناردو ده زرار ستارت اهو، كتب باور شيل، عمل الكوماند بتاعي عادي جدا. طيب حلو قوي. يعني انا دلوقتي ممكن اخليها تعمل الكوماند اللي انا عايزه. طيب هل لو دخلت عندي في الجهاز هنا كده، لو دخلنا تعال نخش على البروبرتيز بتاعت الجهاز، نبص على المانجر وتعال نبص هل هو شايف ان ده ليوناردو او اردوينو او اي حاجه. تعالى كده في الهاردوير، الهاردوير عاديه. تعال نبص على مثلا الكيبورد. هو شايف ان انا عندي 4 كيبورد. تعال نشيل الاردوينو بقى عندي 3 بس، فهو في واحده كانت مضافه اللي هي الاردوينو. بص تاكد كده تاني، في 4 خلاص بقى. طيب الكود اللي انت هتشغله ده هيكون كومباتبل مع الاوبريتنج سيستم اللي انت كاتبه له، يعني فاهم. انا جربت اكتر من ان انا اعمل لوب على اكتر من اوبريتنج سيستم، بس الموضوع ما كانش شغال كويس بصراحه عشان ما اكدبش عليكم. يعني الفكره ان انت ممكن تعملها. تعالى نكتب كود مثلا تاني نخليه يعمل حاجه ممكن تبقى ماليشيس شويه. يعني مثلا خلينا نقول ان هو انا ما عنديش ميل بوكس هنا، ففكره ان هو يبعت ميل بوكس دي مش يعني يبعت ميل دي مش هتبقى موجوده. مفيش ميل مفتوح او حاجه. ممكن افكر مثلا في ان انا اخليه يعمل مثلا ريفرس شيل. ماشي. طيب خلينا عشان نعمل ريفرس شيل دي تعال نفتح كده عندي هنا في الكود. احنا محتاجين نعمل حاجه تخلينا نرجع ريفرس شيل على ويندوز. عندي حلو. انا عندي في البيز او الماشين الهوست بتاعتي ماك، وعندي الماشين اللي انا بتست عليها هي ويندوز. حلو كده. طيب انا عايزه يخليه يرجع على الماك الكونكشن بتاعي او يعمل الايه ريفرس عليا. طيب انا الاي بي بتاع جهازي عندي هنا في البيت. تعالى نيجي عندي كده هنا الجهاز بتاعي. انا واخد الاي بي رقم 161.168.1.3. حلو كده. يعني انا واخد دوت ايه دوت 3 ده. حلو كده. طيب عشان اعمل كده انا محتاج ان انا كل الفكره ان انا هقول له اعمل ريفرس شيل. تعال نفتح ويب سايت بتاع مثلا ريفرس شيل وتعالى اقول له ان الاي بي بتاعي هيكون رقم 3 ده، وهقول له ده ريفرس شيل والاوبريتنج سيستم بتاعي ويندوز. وتعالى اقول له نت كات. طب انا اتاكد بس الاول ان انا عندي نت كات في الويندوز هنا. نفتح سي ام دي نت كات.
هي ما بتبقاش موجوده باي ديفولت عموما، عشان بس انا ده سي فمحتاج كومبايلنج. بي اتش بي لازم يكون باور شيل، يعني انا اظن ان باور شيل هو هيكون امثل حاجه الحقيقه، بس هو الكود كبير شويه فيعني هياخد وقت. عموما عايز اقول لك ان اليوزر لو قاعد قدام الجهاز ملاحظ هيشوف الكود. انا برضو بس حابب ان انا اوريكم الفكره، بس هي الفكره ان هو فعلا هيشوف الكود، فبلاش حاجات كبيره عشان ما تبقاش واضحه قوي لليوزر. طيب يعني خلينا نقول احنا عايزين نحط الكود ده ماشي على بورد 9001. طيب انا كل اللي انا محتاجه ان انا هعدل هنا واخليه يكتب الكوماند ده. طبعا الكود ده كبير جدا، يعني انا معاكم ان الكود رخم. اوكي. اوكي. بس ويندوز ديفندر قفش على طول. تعمل ايه؟ طيب بلاش خلاص، اسف. طيب احنا ممكن نعمل حاجة أبسط من كده، مثلا ممكن أخليه مش عارف فكرة بصراحة ممكن نخليه يعمل إيه بالظبط، بس ممكن أخليه مثلا يفتح ويب سايت، يفتح ويب سايت ماليشيوس مثلا، أو ويب سايت كلون مثلا. خلينا نفتح نكتب مثلا أي ويب سايت في الدنيا، خلينا نقول مثلا أنا عايز أخليه يفتح ويب سايت. طيب خلينا نقول إن إحنا عايزين نكتب كود، الكود ده نخليه من خلاله إن هو يفتح جوجل كروم مثلا ويفتح فيسبوك. تمام. طبعا انت ممكن توظف الكود زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله، يعني اعمل اللي انت عايزه. انا مش همسح الكود كله، انا هرجع بس خطوه ورا قبل ما نحط الريفرس شيل ده عشان ما يبقاش الموضوع مليشيس قوي بصراحه. طيب انا بدل ما هكتب هنا باور شيل هكتب كروم. اوكي. هو بيدوس ستارت تو ار ويكتب كروم. اظن ان احنا عملنا كده هنا في ويندوز عادي جدا، وكتبنا ستارت تو ار وكتبنا كلمه كروم، اظن هيفتح عادي. لو كروم اكزيست موجود هيفتح موجود. اوكي حلو قوي. طيب انا محتاج ان انا اعمل ايه، ان انا اغير بس هنا كده البرنت بتاعي، واقول له هنا https facebook.com وليكن، وندوس انتر. فيسبول، لا هو facebook.com. اوكي. واقول له ايه، كومبايل يا معلم، واقول له توكل على الله. تعال نشوف بقى النتيجه. هو طبعا دي مفاجاه، يعني الحمد لله ان راست الديسك عمل ابديت اوتوماتيك. فتعالى نعمل ايه، نرستر الكود تاني. المفروض يقوم يشتغل دلوقتي، يعني المفروض ان هي يقوم يرن اوتوماتيك اهو، روم اهو، فتح فيسبوك الحمد لله. طبعا انت ممكن بقى تخلي اليوزر يفتح اي حاجه تانية، يعني يفتح مثلا ويب سايت يخليه يحمل الاكسبلويت بتاعتك ويخش يرن الفايل بتاعك اوتوماتيك، تعمل بيه اي بروجرس انت ممكن تشتغل عليها. الفكره ان انت ممكن تستخدم الادرينو ليوناردو بشكل عام، ان انت ممكن تعمل بيها اي اتش اي دي اتاك او باد يو اس بي، ان انت ممكن تخليه تعمل اللي هي عايزه. في افكار كتير جدا ممكن تستخدمها، هتلاقي على جيت هاب في مشاريع كتير جدا موجوده، الناس عملت بيها افكار احلى من اللي انا بتكلم فيها. بس انا كنت عايز اوصل لك الفكره ان الموضوع بسيط، ان انت ممكن تستخدمه يعني في اي تيمنج اكتيفيتي وانت شغال، ما فيهوش اي تعقيد. يعني انت بس مجرد هتجيب الكات دي من عند اي حد بتاع هاردوير رام، او اي حد بيبيع هاردوير في مصر، وتشتغل عليها، موجوده اصلا اوريدي على امازون يعني. وان شاء الله تكون استفدت من الفيديو ده، والفيديو ده ان شاء الله يكون بيساعدك ان انت تدخل التيمنج اكتيفيتيز، تعرف تعمل بيها اوتوميشنز شويه للجزء بتاع الهاردوير. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.